في فترة 2007 و2008 و2009 و2010 أحمد حلمي كان بيقدم أفلام عظمة للسينما المصرية، ومن ضمن الأفلام دي هو فيلم بلبل حيران اللي كانت قصته حلوة جدا، بالرغم من إن الناس انتقدوا الفيلم ده وقتها لأن أحمد حلمي كان عامل فيلم عسل أسود، فالناس توقعت إن يكون مستوى فيلم بلبل حيران بنفس مستوى فيلم عسل أسود. أي نعم فيلم عسل أسود هو فيلم مش هيتكرر، ولكن برضو بلبل حيران فيلم حلو أوي. بيبدأ الفيلم على شخص نايم على سرير في مستشفى وجسمه كله متجبس، مش باين اي حاجة من جسمه غير بس بقه، وفي نفس الصورة بتظهر جنبه امل دكتورة العظام المسؤولة عن بلبل واللي هتكون مرافقة ليه طول رحلة علاجه في المستشفى دي. وامل دي هي بتعتبر شخصية محورية جدا في احداث الفيلم ده، لان هي اللي هيتحكى لها كل قصة بلبل او قصة الفيلم عموما، وايه اللي خلى بلبل يوصل للحالة دي ويجي المستشفى عندهم. انما انت ايه اللي دغدغك قوي كده؟ فاضية شهر احكي لك؟ انا معيش غيرك، احكي. يلا. طب بقول لك ايه، قبل ما احكي ما تهدي النور. وامل كمان هتلعب دور جامد جدا في التويست بتاعت الفيلم ده اللي هنعرفها بعد كده. بيبدا بلبل في الحكايه وبيقول لامل ان هو كان عايز واحده سوبر وومن ما يكونش فيها اي غلطه نهائيا. بلبل شخص عنده الوسواس القهري في اتخاذ القرار، بلبل مش بيعرف ياخد قرار خالص. بيشوف ياسمين للمره الاولى في الشغل معاه، ياسمين عازفه الهرمونيك، عشان كده اول ما بيشوف بلبل ياسمين بيروح على طول عشان يكلمها. هو لقى بنت لطيفه وبتلعب على الهرمونيكا كده وبتتكلم كلام غريب بالنسبه له، على طول دخلت دماغه وعجبته. يعني فاكره ان انا بعاكس او حاجه والجو السيس ده. انا بس عايز اقول لك كلمتين مش اكتر. ممكن نقول كلمه منهم هنا اوكي، والتانيه نروح نقولها في اي كافيه، عشان كلمه طويله وحروفها كتير فهتاخد وقت، يعني ده عشانك يعني. لا الحقيقه مش هينفع. خلاص نعكس، ممكن نعكس، نخلي الكلمه اللي هي طويله هنا دلوقتي والصغيره دي نروح نقولها في الكافيه، اهو تروحي بدري. انت عايز ايه؟ نتعرف. بالرغم من ان هي ممكن يكون عندها جوانب سلبية ممكن ما تتماشاش مع بلبل، ولكن بلبل قبلها في البداية. بيتعرف عليها بلبل اكتر وبيكتشف ان هي عكس شخصيته خالص، ومع ذلك بيقرر بلبل ان هو يكمل معاه، بل بالعكس هو بياخد الخطوة التانية وبيروح يخطب ياسمين على طول. ياسمين اللي بتحب كل حاجة بلبل ما بيحبهاش، ولكن هو برضه موافق عليها، بالرغم من ان هو بيدعي ان هو عايز يختار واحدة على الفرازة ما فيهاش اي غلطة وبتتماشى مع افكاره كلها. انت ايه؟ ما بتحبش اللمه؟ انا لا بالعكس، مين قالك؟ انا بحب اللمه جدا، بتبقى فيها دردشه وناس كده، نقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجي لنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. ده ليه؟ لان مفيش واحده جديده قدامه، لحد ما بيجي اليوم اللي بيتعرف فيه بلبل على هاله اللي كانت جايه تشتغل عنده في الشركه بتاعته. وهاله هنا يمكن تكون شخصيه فيها جوانب سلبيه، ولكن الجوانب الايجابيه اللي عندها هي جوانب ايجابيه مش موجوده عند ياسمين، عشان كده بلبل بيتعلق بيها فورا وبيقضي معاها وقت كبير جدا عشان يتعرف عليها اكتر واكتر. لا ما انا مش عارفه بقى، اختار لي انت. انا اختار لك؟ اه ياه اخيرا لقيت حد اطلب له. وكل مدى ما بلبل بيحب هالة بيحبها بس عشان فيها حاجات مش عند ياسمين. هو لغى كل الجوانب السلبية اللي ممكن تكون في هالة عشان بس هو عايز يهرب من طريقة ياسمين معاه، عايز يشوف طريقة جديدة. وده اكبر دليل بيقول ان بلبل شخص مريض بالوسواس القهري في اتخاذ القرار، وده بيبان في مشاهد تانية لما بيطلب هالة وبيقول لها اختار لون ايه عشان ادهنه على الحيطة، وفي الاخر بيختار لون تالت خالص غير اللي هي جاية تختاره له. انهي لون؟ الفضي. يا ساتر ادهن يا ابني الازرق. فورا بعد ما بلبل بيقتنع بهالة بيروح لياسمين عشان يقول لها ان خلاص احنا ما بقيناش نافعين اننا نكمل مع بعض. وعشان شخصية ياسمين كانت قوية، ياسمين ما بينتلهوش ان هي زعل، وفورا قلعت الدبلة وعطتها له، وخلاص كده العلاقة بتاعتهم هما الاتنين انتهت عشان بلبل يبدأ في علاقة جديدة مع هالة. الفيلم طبعا احداثه بتدور في اطار كوميدي، ولكن قصته مشوقة جدا، وكل اللي احنا حكيناه ده الفيلم لسه ما بدأش يخش في التقيل. الفيلم فعلا هيخش في التقيل لما حبكة الفيلم ده بتحصل حبكة الفيلم لما بلبل بيروح عشان يجيب كتاب عشان يديه هدية لهالة عشان يظهر لها اهتمامه اكتر باهتماماتها هي. لما بيروح يجيب الكتاب بلبل المكتبة بتقع على راسه وبيفقد الذاكرة
شخصية فقدان مؤقت، وبيكون مش فاكر اي حاجة حصلت له في ال6 شهور الاخيرة، ال6 شهور اللي حصلت فيها كل الاحداث اللي احنا حكيناها دي. وبيبدأ يكتشف هالة من جديد، وبيبدأ يشوف الجوانب السلبية اللي في هالة اللي هو ما كانش شايفها الاول، زي ان هي ما بتعرفش تعتمد على نفسها او ما عندهاش شخصية قوية. وده ليه؟ لانه نسى كل اللي حصل مع ياسمين وكل اللي حصل منها. كاوتش انت بتعيطي يا هلا؟ ما قلتليش ايه رايك في طعم الايس كريم؟ عجبك؟ تحفه تحفه. ايه هو اللي تحفه؟ يا بنتي انت ما اكلتيش ايس كريم اصلا، انا اللي واكل. انت ايه؟ اي حاجه بتقولي او خلاص اتجوز في اي حته وروح شهر عسل في اي حته. وهنا تيجي حاجة مهمة جدا، وهي انك ممكن تكون مركز على حاجة سلبية في شخص وهو فيه جوانب ايجابية تانية كتير جدا، بس انت مش عايز تشوف اي حاجة غير الجوانب السلبية دي بس. وممكن تكون مركز على حاجة ايجابية في شخص تاني ولاغي كل الجوانب السلبية ومش عايز تشوفها خالص، بس الشخص ده هو شخص ما يناسبكش. وده اللي حصل مع بلبل. بلبل كان بيشوف هالة لأول مرة، يمكن لو اتعرف على هالة الأول كان هيشوف الجوانب السلبية دي بس برضه، لحد ما في يوم من الأيام بلبل بيروح النادي بتاعه عادي، وهو بيجري بيصادف ياسمين مرة تانية بتعجبه بنفس الطريقة اللي عجبته بيها أول مرة، وبيروح عشان يكلمها، وبترفضه بنفس الطريقة اللي هي رفضته بيها أول مرة برضه. وده طبعا قبل ما تعرف إن بلبل فقد الذاكرة. وأول ما بتعرف ياسمين إن بلبل فقد الذاكرة بتقرر إن هي تنتقم منه، بتقرر إن هي تفتح له الباب تاني عشان يجي يكلمها، لحد ما بتحصل تويستاية تانية في الفيلم، وهي إن بلبل بترجع له الذاكرة تاني. ولما بترجع له الذاكرة بيقرر إن هو يلعب على الونجين، يخلي الاتنين معاه عشان يفاضل ما بين مين الأفضل فيهم هما الاتنين. قلت مش جايز يكون ربنا بقى بيديني الفرصه علشان اعرف اختار صح، ان هم يبقوا معايا هم الاتنين في نفس الوقت، عشان يعني دي تبقى قدامي بص دي ابص دي، فاعرف في الاخر اختار صح. يا نهارك اسود، الاتنين في نفس الوقت؟ وفي ظل ما بلبل بيحكي الحكايه دي للدكتوره امل، الدكتوره امل هي كمان زي ما تقول كده بتتعدي منه، وبتروح لخطيبها بتقول له اديني فرصه، لان وسواس بلبل نضح عليها، خلاها تقول ما يمكن في حد افضل من خطيبي. كلمه ما يمكن دي هي السر في الفيلم ده، عشان كده بتقرر امل برضو ان هي تدي فرصه تانية لدكتور شغال معاها في نفس المستشفى. ولو جيت تركز شويه فده دليل على ضعف شخصيه امل دي اساسا. بتكتشف ياسمين بعد كده ان بلبل خاطب هالة، عشان هنا بقى تبدأ ان هي تنتقم منه بجد. بلبل يا بلبل يا بلبل انت فين؟ بتبدأ ياسمين ان هي تقول لهالة وتتفق معاها عشان يدمروا بلبل خالص، ويدوله درس عمره ما ينساه، ان هو كان بيلعب بيهم هما الاتنين، بيلعب بيهم عشان يرضي دماغه وتفكيره، بيرضي دماغه ان هو بيدور على الكمالية، ست تكون على الفرازة وكاملة من كل شيء، وده غلط. عمرك ما هتلاقي حد كامل من كل شيء، لازم الشخص هيكون عنده عيب او خلل في اي حاجة، ولازم احنا كبني ادمين نتقبل ده كويس جدا، لان لو ما تقبلناش ده محدش هيتجوز خالص. وده اللي حاصل مع بلبل، هو مش عارف يتجوز للسبب ده، اولا انه مش عارف ياخد قرار في مين الافضل فيهم هما الاتنين، وثانيا ان هو بيدور على الكمالية دايما، وبالفعل هما الاتنين بيبدأوا ان هما يدمروا بلبل وبيلعبوا على دماغه وعلى تفكيره. يعني صحيح ان كيدهن عظيم. هي صح. ايه يا بنتي، قومي هاتي الشاي من على النار. حاضر يا ماما. حبيبتي طولتي ما شاء الله، طولتي وهدومك كسرت عليكي. اهلا يا بلبل. اهلا يا طنط. طب مامي هو السكر فين؟ يا سكر. بيعملوا مع بلبل فكره ما تخطرش على بال الشيطان حتى، وهي ان هما بيشككوه في دماغه وفي ذاكرته، لان زي ما بلبل قال في الفيلم سهل جدا على شخص لسه راجع من فقدان الذاكره ان هو يشك في ذاكرته ولا انه يشك في حد تاني من اللي قدامه. وده اللي حصل ونجحوا فيه جدا هما الاتنين. اي نعم هي في حته مش منطقيه بالنسبه لي في الاخر، وهي ان بلبل لما راح ونط من الطياره ووقع وراح المستشفى، عرف منين ان هما اتفقوا عليه بالطريقه دي؟ يعني المخرج بتاع الفيلم ما بين لناش الحته دي خالص. ياسمين بتكمل خطتها في تدمير بلبل، وبتلعب على حته ان هي عارفه ان هو بيخاف، وبتاخده عشان ينطوا من فوق الطياره بالباراشوت. وفعلا بحكم ان بلبل بيخاف بيقع من مرتفع عالي جدا في حته هزليه كوميديه، وبينزل عايش، جسمه بيتدغدغ بس، وبيروح بلبل المستشفى. وهنا يجي
بيدور التوستاية الأخيرة في الفيلم إن أمل هي صاحبة هالة الأنتيم ومتفقة مع هالة وياسمين على إن هي تضايق بلبل بمعنى أصح. أمل اللي من كتر الحيرة هي كمان ما بقتش عارفة تاخد قرار وخسرت خطيبها اللي كان مهندس وكان جاهز إن هو يتجوزها بسرعة جدا، لكن هي خدت مسار الكمالية. ولكن مع حكايات بلبل لأمل، أمل بدأت إن هي تتعاطف معاه وبدأت إن هي تختار حد تالت خالص ما بين خطيبها وما بين الدكتور ده، وهو بلبل. وحبت بلبل جدا، وبعد ما بلبل خرج من المستشفى بدأوا يتقربوا من بعض. ولأن بلبل شخص دايما بيبحث عن الكمالية ومش عارف ياخد قرار في حاجة في حياته، طلع جوانب سلبية برضه في أمل. وده اللي سابنا نفكر فيه المخرج بنهاية مفتوحة لما نهى الفيلم بلبل بجملة حسيت بندم رهيب تجاه أمل. ومن معرفتنا بشخصية بلبل طول الفيلم عرفنا إن أكيد بلبل لقى فيها حاجات سلبية مش هتتناسب معاه. وبينتهي الفيلم على إن بلبل قاعد في الشقة لوحده وما تجوزش اي واحدة من التلاتة دول، بالرغم من ان هو لو فكر ان كلنا فينا عيوب وكل الناس فيها مشاكل ولازم نتقبل عيوب بعض عشان الدنيا تمشي، كان ممكن يتجوز اول واحدة اتعرف عليها وهي ياسمين عادي خالص. الفيلم صراحة هو فيلم كوميدي مستحيل ان انت تمل وانت بتتفرج على الفيلم ده خالص، لان زي ما قلنا قصته كانت قصة حلوة جدا ومشوقة، واحمد حلمي خفة دمه وادائه وافهاته اللذيذة قدرت ان هي تخلي الفيلم ده طابع خاص بيه كده. وبس كده، اشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.